أهلا بيكم حبايبي في وصفة جديدة، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل وصفة من الوصفات اللذيذة اللي دايما بنحب نشتريها من بره. هنعمل النهاردة الحواوشي باللحمة. هنعمله بقى في البيت بطريقة بسيطة جدا. ازاي تطلع العجينة معاكي ناعمة كده وطرية. كمان طريقة التسوية بتاعته. هنعمله من الألف للياء مع بعض بكل حركاته وبكل تكاته، وهيطلع معاكي زي العسل، أحلى من اللي بتشتريه من بره. بس يا رب الفيديو بقى لو عجبك ما تنسينيش في الاشتراك واللايك وتعليق حلو منك كده، ده شيء بيسعدنا وبيبسطنا. يلا بقى بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. مكوناتنا النهاردة أول حاجة هنشتغل فيها العجينة. عندنا كيلو من الدقيق منخول، هنزل عليه معلقة من السكر، معلقة من الخميرة، معلقة من الملح، وابتدي أقلب المكونات كده مع بعض. بعد كده هنستخدم بقى المية، وهنا المية بتكون فترة، ما بتكونش سخنة عشان ما تموتش العجينة. هنزل بالمية بالتدريج، مش هكب المية كلها مرة واحدة. ابتدي اكب شوية بشوية لغاية ما احس ان خلاص انا مش محتاجة مية تاني. ببتدي بقى اعجن بايدي، وعلشان تطلع معانا ان عجينة ناجحة 100% تكون ناعمة وتكون عجينة ممتازة، لازم تتعجن مش اقل من 6 7 دقايق. هنسيبها بقى تخمر ويتضاعف حجمها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده. بعد كده بنرش رشة دقيق، ونبتدي نقسم الكور على حسب الرغيف اللي انت حباه. عايزة الرغيف كبير بتقسمه كورة كبيرة صغيرة على حسب المقاس اللي انت عايزاه. طيب، خلصنا من العجينة وجهزناها وتمام. هنجيب بقى ايه الحشوة بتاعتنا الحلوة. هنجيب 4 5 بصلات كده حلوين كبار، 3 قرون من الفلفل معاهم واحد سبايسي، ده لو انت مش عايزة سبايسي خلاص استبعدي. كمان معانا طماطميتين كده حلوين يكونوا جامدين، حامرين يعني لونهم احمر حلو كده. طبعا هيتفرموا بس بيدوا لون حلو برضو في العجينة، في الحشوة. بعد ما ضربت كل الكلام ده في الكبة، هنزل بقى على اللحمة باللي أنا الحاجة اللي ضربتها، اللي هي كان معانا البصل، الفلفل، الطماطم. هنزل بيهم على اللحمة لغاية أدعكهم كده جامد مع بعض علشان أشوف عجينة واحدة. ألاقي اللحمة بس عندي بدون تفاصيل، مش باين منها أي حاجة. خلاص بعد لما اكتم كده مع بعض بالشكل اللي انا بقول لكم عليه. البهارات اللي احنا نستخدمها، عندي بهارات لحمة، كمان عندي ملح، في فلفل اسمر، كمان عندي معلقة من بهارات الحواوشي، وكمان معلقة صغيرة من ال7 بهارات. البهارات في الحواوشي بتديها ريحة وتطعيمة جميلة جدا، بتخلي الريحة كده حلوة ومفهفها. بعد ما ده هدعك كله كده بإيديا كويس قوي، هبتدي بقى نرجع للعجينة ونشتغل فيها ونشكل الحواوشي الجميل بتاعنا. بس أهم حاجة نمزج كده اللحمة بالحشوة بالحاجات اللي احنا أضفناها عليها كويس قوي. رجعنا بقى للعجينة تاني، هنبتدي نفرد رغيف رغيف بالشكل الدائري اللي انتوا شايفينه ده كده، ويكون 1 سنتي، يعني مش عايزينه ولا يكون تخين قوي ولا يكون رفيع قوي. لو رفيع قوي ما بيبقاش تحس انك بتاكليش كده حواوشي حلو، ولو تخين بتحس انك بتاكل عجين. فخير الامور الوسط، هخليها كده ايه 1 سنتي. هعمله دائري بالشكل ده كده، وبعدين هحط حشوة في الطرف زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين اتني بقية الرغيف عليها. او شايفين، انا بحب دايما اعمل الحواوشي بالشكل ده، بفضله عن المدور. لكن انت عايزه تعملي كله مدور مفيش اي مشكله، براحتك خالص. بعد ما تنيتها كده هبتدي اقفل الجوانب، الداير ما يدور كويس قوي، شايفين بتتقفل بمنتهى السهوله وبتدي في الاخر شكل حلو. بعد ما نقفلها كده وتمام، شايفين شكل الرغيف بجد تحفه، شكله حلو ومليان كده وحاجه كده ايه ابن ناس. هنبتدي بقى نخرمه كده علشان انا مش عايزاه، انا مش رغيف عيش عايزاه يقب، لا. فهخرمه بالشوكة عشان ما يقبش وانا بسوي. شايفين الشكل بتاعه. هبتدي بقى اعمل كمان واحد معاكم. بعد ما افرده بالشكل ده كده، هنجيب الحشوة ونحطها.
أهم حاجة ما تسيبهوش فاضي، ما تحطيش الحشو على الأطراف خالص عشان تقدري تقفليه. هنقفله بنفس الحكاية، وزي ما قلت لك لو انت عايزاه مدور اعمليه، هي نفس الحكاية بس بتحطي رغيفين فوق بعض، بدل ما بتتنيه لا بتحطي رغيف فوق رغيف. هنقفله كويس قوي، اهم حاجة عشان واحنا بنسويه اللحمة ما تقعش منه. بعد ما اقفله كده برضو نفس الحكاية، هنخرمه بالشوكة علشان ما يقبش لفوق، احنا مش عايزينه يقب. نضغط عليه كده عشان اللحمة تبقى متساوية. شايفين شكله حلو قوي. نخرمه بقى عشان ايه ما يقبش زي ما قلت لكم. على فكرة طريقة الحواوشي سهلة جدا جدا، في ناس بتقول لك ده دوشة وما بنحبش نعمله، مش هو ما فيهوش دوشة خالص، بالعكس ده ظريف، يعني طريقته سهلة جدا وبسيطة. هنحطه بقى في الصينية وندخله الفرن على درجة حرارة 200. بس هنا احنا هندهن الوش بتاعه، ممكن تدهنيه مسحة من صفار البيض، ممكن تدهنيه مية، ممكن تحط عليه حبة البركة، ممكن تحط عليه سمسم من فوق، ممكن تسيبيه فاضي، يعني تشكليه زي ما انت حابة وزي ما انت عايزة وزي ما بتحبوه. الحواوشي بتاعنا ما غابش وطلع زي العسل زي ما انتوا شايفينه كده. اديته في الاخر خالص في الشواية 5 دقايق، يعني ما غابش، اخد بس وش تحمير كده. هنفتحه الوقت مع بعض ونشوف شكله وندوقه قد ايه هو كده. بصوا عايزه اقول لكم زي العسل بصراحه، ريحته جايبه اخر الدنيا. هنقطع واحد ونشوف الحشوه من جوه، بجد طعمه جميل جدا وريحته حلوه قوي، والرغيف كده شكله حلو ومليان، يعني بصوا حاجه اخر عظمه يعني. مش محتاجين بقى ان احنا نشتريه من بره، لا، هنعمله في البيت وهيدينا الكيلو دي يدينا كميه كبيره قوي. شايف ريحته جميله زي ما قلت لكم، جربوه في البيت هيعجبكم. كمان انا دقته طعمه حلو قوي. نقطع كمان واحد. شايفين التسويه بتاعته ممتازه، حاجه كده نظيفه انت عاملاها لولادك في البيت بنظافه باهتمام، مهتميه بكل تفاصيله، حلو قوي. شايفين شكله مليان وجميل ازاي. ندوقه برضو نفس الحكايه، شايفين حاجه كده معتبرة يعني. كده حبايب الفيديو بتاعنا انتهى، أتمنى تجربوه، أشوفكم بخير، باي باي.